السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل اول تجهيزات شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين، وأمة سيدنا محمد جميعا بالخير والبركات بإذن الله. أول حاجة إن شاء الله هنعملها القطايف بطريقة سهلة وسريعة وكمان موفرة. هتعملي كمية وفيرة إن شاء الله من أول مرة هتعمليها وتنجح معاكي. وطبعا بكل تكات بتاع يعني القطايف وبتاع الكنافة ان شاء الله. انا خدت الطريقة منه وان شاء الله هتعمليها من اول مرة هتنجح معاكي. بس انت تتبعي الخطوات. ولو انت حبيبتي اول مرة تتفرجي على قناتي، انا قناتي اسمها ام زياد للطبخ والمعلومة. يعني ما تنسينيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. اول حاجة معايا طبعا البطل بتاعنا النهاردة الخلاط. هنعمل فيه كل حاجة ان شاء الله. مش هتاخد معاكي يعني اي وقت ولا اي مجهود ان شاء الله. اول حاجة معايا كوباية مية دافية يعني انت مدفياها، يعني ما تجيبيش مية من الحنفية، لان طبعا الخميرة بتاعتنا عاوزة تنشط، لان هي يعني بيتحط فيها خميرة. العجينة ديت بيتحط فيها خميرة، فلازم المية تبقى دافية يعني. اول حاجه طبعا حطيت كوبايه ميه دافيه. نفس الكوبايه اللي انا حطيت فيها الميه، برضو عايرت فيها الدقيق. يبقى كوبايه ميه، كوبايه دقيق، نص معلقه من الخميره، معلقه صغيره من السكر، وذره ملح. هنضرب الخليط كويس قوي لغايه لما تتاكدي ان الدقيق اختلط كويس قوي بالميه. وحطيت كمان معلقة لبن بودرة. اللبن البودرة طبعا دوت يعني بيخلي العجينة معاكي طرية، وفي نفس الوقت بتتحمر من تحت يعني بسرعة. يعني بتديك اللون بتاع الكنافة. يعني بيديكي اللون الجميل ده بتاع القطايف. في نفس يعني هو دوت السر بتاع الراجل اللي بيعمل يعني القطايف والكنافة. ده معلقة البودرة، اللبن البودرة ديت اللي بتخلي القطايف معاكي طرية كده وجميلة طبعا، ما بتنشفش منك ولا بتشرب زيت ولا حاجة. فطبعا انا كل شويه يعني بقلب الخليط وبشوف مثلا في دي جايه على جنب ولا حاجه، بنزله بالمعلقه وبضرب برضو الخليط كويس تاني. وبعد كده هنفضيها ببوله واغطيها بالستريتش راب. وبعد كده بغطيها في مكان دافي بتقعد لمده ساعه. ما تغيبهاش عن ساعة، يعني هي ساعة كويس قوي. وبعد كده بتفضيها طبعا في اي حاجة ليها بوز، بحيث ان انت تبقى سهلة معاكي في التشكيل يعني. فطبعا لو عندك جريل يعني بتاع الكريب، طاسة كريب اعملي فيها عشان ما تلزقش يعني منك. يعني هتعمليها ان شاء الله بكل سهولة، مش هتاخد معاكي اي وقت. انا هنا بفضي الخليط بعد ما اتأكدت ان هو اتضرب كويس قوي. بغطيه بقى بالاسترتش راب. وبعد كده بغطيه بحاجة وبركنه بقى لمدة ساعة. بقوم بقى اشوف اللي ورايا وبعد كده اروح بقى اعمله. مش بتاخد منك اي وقت والله، يعني انت هتجربيها وهتدعي لي يعني باذن الله. بس انت ما تنسيش تحطي معلقه اللبن البودره، لان معلقه اللبن البودره ما بيخليش العجين معاكي يشرب زيت لما تيجي تقليها يعني. انا فضيتها هنا في لبانه عندي بتاعه لبن. وطبعا حطيت الجريل بتاعي على العين الصغيره، اصغر عين. يعني كنت طبعا انا حطاها في العين الصغيره، ما وطيتش، يعني هي ما بتاخدش ثواني، لان هي اصلا العين الصغيره دي بتاعت قهوه، يعني مش يعني مش لازم ان انت توطيها، يعني هي يا دوبك كده. وانت ما بتاخدش معاكي ثانيه ثانيه. وتجربي كده بالراحه باي حاجه عندك يعني، تقلبيها وتشوفيها لو خدت لون من تحت، اللون الذهبي ده، تروحي تشيليها على طول. وتتأكدي كمان، انا هقولك برضو على حاجة تعرفي منين ان هي استوت معاكي. بيبقى
في العجين اول ما بتحطيه فيه بيبقى كده ايه على الوش ال- القطايف معاكي نقط كده بيضة. النقط البيضة دي لما تختفي تعرفي ان خلاص كده استوت معاكي وتشيليها. وبتبصي كمان تلاقيها خدت كمان معاكي يعني ايه اللون الذهبي ده اللي انت بتشوفيه يعني. ما تنشفهاش عن كده عشان ما تنشفش معاكي. يعني هي كويسة قوي يا دوبك تاخد اللون المصفر ده وتشيليها على طول. زي ما انتم شايفين انا في هنا واحدة جت مع جنب التانية. عادي مفيش مشكلة، سيبيها ما تجيش يمها خالص. وبعد كده اعمليها بسكينة ولا حاجة وهتطلع معاك وانت هتشوفي. انا مرضتش ان انا اقطع ال يعني المقطع ده، بحيث ان انت لو جت معاكي كده ما تخافيش ما تقلقيش، هي هتاخد يعني تتشمع من تحت. وبعد كده تعمليها بالسكينة هتتقطع معاك على طول ولا هيحصل اي حاجة. زي ما انتم شايفين انا هوريكم برضو هقرب الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفي طريقة السوا بتاعها. لما الدقيق العجين الابيض ده يختفي والعجينة تصفر. بصي هو كده ابيض، يعني هي كده بيضة. لما العجينة تصفر تعرفي ان هي خلاص كده استوت. وتطلعيها بقى تشيليها كده. كفاية يعني تشيليها وبعد كده بعد كده تغطيها يعني بحتة قماشة ولا حاجة عشان ما تنشفش معاكي. وطبعا زي ما انت عارفة القطايف ما بتقعدش في التلاجة كده. عاوزة تخزنيها هقولك على طريقة التخزين بتاعها ان شاء الله. يعني هقولك عليها بإذن الله يعني. بس انت ايه، خليكي معايا لاخر الفيديو عشان فيها في معلومات والله ان شاء الله هتستفادي منها. زي ما انتم شايفين انا ببص عليها بالراحة خالص ولا يعني ما تقلقيش ولا تخافي خالص. يعني هتعمليها بسهولة. مش هتاخد معاكي اي وقت. انا بوريكي النقط البيضة هتشوفيها كل مدى بتختفي. لما النقط البيضة دي تختفي خلاص تحركيها بقى كده هي خدت ايه اللون المصفر ده. خلاص كفاية كده. يعني هي خدت اللون المصفر يبقى كده ايه خلاص استوت. طالما العجين العجين كده هو النقط البيضة اختفت تبقى تعرفي ان هي كده ايه خلاص كده استوت وتشيليها. عشان لو انتي سبتيها اكتر من كده هتنشف معاكي وتحطب ومش هتعرفي ان انتي تشكليها. مش هتعرفي ان انتي تشكليها فهي كده كده السوا بتاعها المظبوط يعني. بعد كده طبعا انا كان عندي شوية جوز هند وشوية زبيب حشيتهم بيهم. حشيت القطايف يعني بشوية الزبيب وشوية جوز الهند. بصي يعني بالكوباية دي واحدة بسم الله ما شاء الله ملت الطبق ازاي. يعني توفير التوفير. يعني ان شاء الله تكفيكي تكفيكي يعني مثلا يومين لو انتي أسرة صغيرة يعني هتكفي يومين. لو الأسرة كبيرة شوية مثلا مكونة من 6 أفراد ولا حاجة ممكن تخلص. ويعني لو هتعمليها كل يوم مش هتزهقي. ليه؟ لأنها بسم الله ما شاء الله يعني جميلة. وما بتاخدش أي وقت ولا أي مجهود. ده هي كله بيتحط في الخلاط وبتضربيه وخلاص. يعني ما بياخدش أي وقت معاكي. وفي النار مش هتاخد ثواني. يعني مجرد ثانية وتروحي تقلبي ثانية وتروحي تقلبي. زي ما انت شايفة انا بحشي اهوت وبتقفل معايا. مفيش ولا واحدة فتحت معايا في الزيت ولا وانا بقفلها. لان طبعا بعد ما عملتها على طول مباشرة رحت حطيت الحشوة بتاعتي جوز الهند والزبيب وحشيتها. وطبعا كنت مولعة على الزيت برضو بس موطية عليه يعني لغاية لما احشي. وطبعا كان عندي عسل العسل او السيرب او ال يعني بيقولوا الشيرة في اخواتنا الخليجيين يعني. طبعا يعني انا كنت محضراه يعني وشايلاه في التلاجة فانا ما عملتش. بس انا هقولك تعملي ازاي يعني الشربات او السيرب او الشيرة. ان شاء الله يعني معاكي كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية. انا بحب يعني مستوى العسل بتاعي ده.
يعني ما باحبوش أكتر من كده، لإنه بيبقى باحس إن هو مسكّر جامد، وبرضه ولادي ما بيحبوش العسل الجامد، فالنسبة دي أنا باشوفها وسط وجميلة، وفي نفس الوقت يعني أنتِ بتغليها على النار لمدة 4 دقايق، وبعد كده بتطفّي عليها، لمّا بتبرد بتتقل، يعني ما تخافيش مش هتبقى مَيّة، لأ هي هتبقى تقيلة زي العسل الإيه، الوسط ده. ده جميل ونسبة العسل فيه كويسة، يعني أحسن من لمّا أنتِ إيه تكتّري السكر أكتر من كده. وأنتِ وبرضه وذوقِك، لو أنتِ بتحبي العسل الجامد تحطّي كوبايتين سكر زائد كوباية مَيّة. زي ما أنتم شايفين أنا حطيت القطايف، ما بتاخدش برضه ثواني وتقلبيها، وهاقول لِك برضه إن شاء الله في الفيديو على التخزين إزاي بتاعها. طبعًا القطايف حساسة جدًا وبتنشف، يعني مجرد إن أنتِ تطلّعيها من بعد ما تخبزيها يعني على الجريل بتغطّيها علشان خاطر ما تنشفش، فأنتِ بتحشيها وبعد كده بتكيّسيها أو تحطّيها تفرّزيها يعني في الفريزر، بتكيّسيها في أكياس بلاستيك، يا إمّا بتحطّي لها مثلًا تحطّيها في علبة، يا إمّا تحطّيها في طبق فِل وتشيليها في الفريزر، مش يعني وقت ما تيجي تعمليها مش هتاخد منِّك أي وقت، بس سيبيها يعني طبعًا هتطلع من الفريزر متلّجة. هتسيبيها لمدة 5 دقايق، تنزّل التلج اللي فيها وبعد كده تقليها، يعني بُصّي هتعمليها تحسّي إن أنتِ لسه عاملاها، يعني أنتِ لسه جايباها من الراجل اللي بتاع الكنافة. فهي دي الطريقة الصحيحة بتاعة القطايف، لازم تحشيها وبعد كده تشيليها يعني تكيّسيها، يعني لو عندِك مثلًا علبة، عندِك كيس، عندِك أي حاجة، أكياس التلاجة تشيليها، بس تقفليها كويس وتطلّعي منها الهوا، وبعد كده إيه، تشيليها في الفريزر، ووقت ما تيجي تحبّي إن أنتِ تحمّريها هتتحمّر معاكِ على طول إن شاء الله. لا حبيبتي، لو لسه أول مرّة في قناتي ولسه معايا على في الفيديو، ما تنسينيش في اللايك والشير طبعًا لأختِك، وكل سنة وأنتم طيبين، وجزاكم الله خير طبعًا على إن أنتم لو عملتوا مثلًا اللايك والاشتراك وكده، يعني الناس برضه يعني إيه الكل هيستفيد، يعني أنتِ هتستفيدي وغيرِك هيستفيد، ويبقى جزاك الله خير يا رب. وطبعًا يعني أي استفسار منكم، أي طلب تطلبوه اكتبوا لي في الكومنت وأنا إن شاء الله هارُد عليكم. زي ما أنتم شايفين العسل بُصّوا يعني الشربات مش ولا تقيل أوي ولا خفيف أوي، وسط، ما بيخلّيش أنا باعمله كده في بلح الشام، باعمله لل للقطايف، باعمله للكنافة، باعمله ما بيضطرّهاش، بيخلّيها برضه مقرمشة وطعمها جميل وما بتبقاش ناشفة معايا. أهم حاجة إن أنتِ الحاجة ديّة يعني العسل يكون بارد والقطايف تكون سخنة يعني، ولو عملتيها بارد في بارد مش هيحصل أي حاجة، عشان أنا يعني كان الشربات عندي طالع من التلاجة وصبّيته على القطايف وما طرّهاش ولا أي حاجة، وصحة وعافية يا رب على اللي هياكل، وتسلم إيدِك يا حبيبة قلبي لمّا تعمليها إن شاء الله. بس أنا إيه، عاوزة دعوة بس حلوة كده في الأيام المفترجة دي، تدعي لي كده يعني إن أنا عشان خاطر أستمر معاكم وأنزّل لكم إن شاء الله كل جديد. وكان معاكم أم زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.